دلوقتي موجودين فين؟ ده اسمه جامع الحاكم بأمر الله. هنتكلم الأول عن نمط المسجد، نمط الجامع والطراز والتكوين المعماري، وبعد كده هنتكلم عن النقوش. تمام؟ وجامع الحاكم اللي احنا موجودين فيه هنا ده، جامع الحاكم ده اسمه جامع الأنور على فكرة. هم كانوا دايما يسموا الجوامع بتاعتهم على صيغة التفضيل، على صيغة الأفضل. تم بناء جامع الحاكم في عهد العزيز ابن المعز. طب احنا ليه بنقول اسمه جامع الحاكم؟ ايه اللي يجيب ناس من هنا تصرف على مبنى عندي؟ ايه اللي يجيبهم من هناك يعملوا ترميم هناك؟ هي شخصية الحاكم بأمر الله. الحاكم بأمر الله ده نفسه بقى كان شخص غامض جدا وحاكم غريب الأطوار. بتتكلم جد؟ قال له هنقلب الليل نهار والنهار ليل، وأمر إن جميع الدواوين وجميع الأعمال وكل حاجة تشتغل بالليل بس، مش حاجة تشتغل بالنهار خالص. عشان كده قالوا عليه إن هو مجنون وقلب الليل نهار والنهار ليل. بيمشي الجنود في الشارع يشموا ريحه الطشه، لو شموا ريحه الطشه يهجموا على البيت، فالست يعني وهي بتعمل التوم يا الريحه طلعت ولسه هتحطه في البتاع فالريحه هاجمين عليه يا خراشي، فتروح ايه الملوخيه طالعه حلوه بس تشهق وهي بتعمل الملوخيه. طيب الجامع ده من الجوامع الفاطميه. في العصر الفاطمي عندنا طرازين او نمطين من انماط الجوامع ومن انماط المساجد. عندنا الجامع الكبير زي الحاكم وزي الازهر، وعندنا النمط الصغير زي مسجد الاقمر او جامع الاقمر اللي هنعدي عليه واحنا ماشيين في الدوله بتاعتنا. النمط الكبير اللي هو زي اللي احنا موجودين فيه ده، التصميم المعماري بتاعه عباره عن ايه؟ او التكوين المعماري بتاعه عباره عن ايه؟ عباره عن صحن اوسط مكشوف. اللي احنا موجودين جواه هنا ده هو ده الصحن الاوسط او الصحن المكشوف اللي هو الفراغ السماوي، الجزء اللي في النص ده. تمام؟ يحيط به مجموعه من اروقه او ضلات الصلاه. عندنا رواق عند المدخل اهو عباره عن بائكه وبعديها بلاطه، والثانيه في بلاطتين خلاص، والناحيه دي في ظله والناحيه دي في ظله، الظله الشرقيه والظله الشماليه، سوري الشماليه والغربيه، واحده فيها 3 بلاطات، واحده فيها 3 بلاطات. اكبرهم هو ظله القبله فيها مجموعه 5 بلاطات. بلاطه يعني ايه يا شباب؟ يعني محصوره ما بين بائكتين. البائكه هي الصف من الاعمده، الصف من الارشاد او من العقود المحصور بين عمودين. شايفين الصف اللي قدامنا ده بنسميه بائكه. اللي ما بين البائكتين اللي عليه سقف يبقى اسمه بلاطه او اسكوب او ممر او رواق. تمام؟ مجموعهم يبقوا ظله. اكبر ظله عندنا هي ظله القبله. عندنا اصغر واحده الظله بتاعه المدخل هي بلاطتين بس، واليمين والشمال دول 3 بلاطات، ظله القبله 5 بلاطات. طيب ايه كمان اللي بيميز مساجد العصر الفاطمي؟ النمط الكبير. حاجه مهمه جدا اسمها المجاز القاطع. بص هنا كده تعالوا يعني شويه المميزات اللي بتميز الجامع الكبير في نمط المساجد الفاطميه الكبيره. هو حاجه اسمها المجاز القاطع. قدامي كده باب المدخل مباشره اهو، ادي باب المدخل. بص مباشره قصاد باب المدخل هتلاقي رواق القبله ارتفع، يعني السقف بتاعه اعلى من الجنبين ومفتوح فيه شبابيك، والبائكه بتاعته بقت عموديه على القبله. شايفين الارشاد؟ كل الارشاد ماشيه في الاتجاه الموازي للقبله فيما عدا المجاز القاطع. نمشي فيه من المدخل الرئيسي لحد ما اوصل لمحراب الصلاه مباشره. ليه؟ عشان ده الطريق بتاع الحاكم او بتاع السلطان او بتاع الملك او الرئيس. كان بيدخل مباشره من الباب يوصل دايركت على المحراب، محراب الصلاه. التصميم ده يشبه التصميم البازيليكي، وهو فكره ان انا برفع الجزء الاوسط يبقى مرتفع عن الاجنحه او الجوانب بتاعتي، ومفتوح عليها بشبابيك علويه بتعلي من الاضاءه زي ما احنا شايفين اهو. وعرفنا منين كمان اسمه مجاز قاطع؟ ان عندي البائكه بتاعتي عموديه على اتجاه الصلاه او على المحراب، على اتجاه القبله. كل البائكات الثانيه موازيه. شايفين الارشات ماشيه ازاي؟ كلها موازيه فيما عدا دي هي الوحيده اللي عموديه على اتجاه القبله. طيب تاريخ الجامع ده ايه او حكايته ايه؟ الجامع ده اتبنى، هو رابع جامع كبير اتبنى او في عواصم مصر الاسلاميه. اول جامع هو جامع عمرو بن العاص، بعد كده جامع العسكر، بعد كده جامع القطاع اللي هو احمد بن طولون، بعد كده الجامع الازهر ده الخامس. بس هو الرابع. انا بقول ليه الرابع؟ لان جامع العسكر ما عادش موجود، يعني جامع العسكر اختفى تماما، فده اقدم رابع واحد موجود حاليا. هو اتبنى خامس واحد لكن هو اقدم رابع واحد موجود. هو تاني اكبر جامع اثري قديم في القاهره بعد جامع احمد بن طولون.
وعلى فكره لو بصيتوا على النمط المعماري بتاعه يشبه جدا نمط احمد بن طولون، لان الدوله الفاطميه جت على طول بعد الدوله الطولونيه، حتى انه بنى الباقات بتاعته على اكتاف مش على اعمده. بصوا كده الباقه مبنيه على كتف، الكتف يعني ايه؟ ده اسمه عمود، العمود بيكون منحوت سواء كان مربع او اسطواني او ايا كان شكله، فهو منحوت من قطعه واحده. انما البائكه اللي هي الكتف بتكون مبنيه من اداميك فوق بعضها زيها زي الحيطه، فهنا بنى على اكتاف زيه زي جامع الحاكم بامر الله لو بصيتوا عليه، والاكتاف الداخليه فيها برضه اعمده مخلقه زي بتاعه الحاكم بالظبط. تمام؟ ده اتبنى زي ما قلنا رابع خامس واحد من المساجد الكبيره بعد جامع الازهر. الجامع ده كان خارج اسوار القاهره الفاطميه، لما جم الفاطميين وبنوا مدينه القاهره كان جواها جامع واحد بس وهو جامع الازهر. كل مدينه كبيره او كل عاصمه اسلاميه كبيره بيكون جواها جامع واحد بس. عمرو بن العاص لما فتح مصر بنى مدينه الفسطاط، كانت العاصمه بتاعته كان جواها جامع عمرو بن العاص او جامع مدينه الفسطاط. بعديه لما جه العصر العباسي وبنوا مدينه العسكر حطوا جواها جامع واحد بس وهو جامع مدينه العسكر. لما جه احمد بن طولون وبنى مدينه القطائع حطوا جواها جامع واحد بس وهو جامع احمد بن طولون بالقطائع. لما جم الفاطميين بعد احمد بن طولون بنوا مدينه القاهره اللي احنا موجودين دلوقتي داخل اسوارها، اللي انتوا دخلتوا كلكم من السور الشمالي بتاعها من باب الفتوح. دي كانت حدود القاهره الفاطميه ايام الفاطميين. بنى مدينه القاهره وانشا فيها الجامع الازهر، ان هو ده الجامع الكبير. الجامع ده انشئ امتى؟ عند ثالث خليفه، الخليفه اللي جه مصر اول واحد كان اسمه المعز، عشان كده بنسميها قاهره المعز، صح؟ الخليفه الاول هو المعز، اللي بعديه كان اسمه العزيز. الجامع ده في الاصل اتبنى في عصر العزيز ده. تعالوا جوه عشان افضل عشان احسكم فيه. بناء جامع الحاكم في عهد العزيز ابن المعز. طب احنا ليه بنقول اسمه جامع الحاكم؟ لان العزيز مات قبل اكتمال الجامع ده. يعني العزيز بالله مات قبل ان نكمل اعمال البناء بتاعت الجامع ده. جه ابنه الحاكم بامر الله هو اللي اكمل اعمال البناء ونسب الجامع لنفسه فبقى اسمه جامع الحاكم بامر الله. طب المبنى اللي احنا جواه ده مش مبنى اثري، واظن انتم ملاحظين ان حتى شكل الحيطان والحاجات كل الحاجات شكلها جديد. لا لا، لان المبنى ده اصلا كان متهدم تماما. المبنى ده تعرض اكثر من مره للانهيار، من ضمنهم مره قديمه جدا 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 قام زلزال وهدم المبنى ده كله واعيد بناؤه في العصر المملوكي و230. تمام؟ طيب ايه الفكره؟ المبنى ده اتهد اكثر من مره. اخر مره كان في السبعينات، ما كانش فيه المبنى اللي احنا واقفين فيه ده خالص، كان فيه جزء بس من رواق القبله او من زونه القبله اللي احنا موجودين فيها هنا دي، وكان موجود المأذنتين اللي بره اللي هنتكلم عنهم واحنا بنشرح دلوقتي. خلاص؟ طب ايه اللي كان موجود في المساحه دي؟ كان موجود حاجات كتير جدا. كان في مدرسه ابتدائيه اسمها مدرسه الاحضار الابتدائيه، كان في اسطبل، كان في مقلب زجاجه الجماليه، كان في احياء وبيوت وشوارع جوه المكان ده. وحتى في فيلم اتصور في السبعينات كان البطل بتاعه عزت العلايلي اسمه السقامات، كان مصور مشهد من الفيلم هنا وهو ماشي وبيصرخ وبيزعق وحواري وبيوت. اللي حصل ايه؟ ان المسجد ده يتبع للفاطميين. طب مين هم الفاطميين ومين هو اللي بنى المسجد ده عشان نعرف قصه اعاده بناء المسجد؟ ايه المسجد ده اتبنى؟ ده نفسه بقى كان شخص قوي جدا وحاكم غريب الاطوار، عنده قصص وحكايات كتيره جدا. لو عملتوا سيرش بس على كلمه الحاكم بامر الله كده هيطلع لكم بلاوي وحاجات غريبه جدا هو عملها. الحاكم بامر الله تولى الحكم وهو عنده 9 سنين، ابوه مات وتولى الحكم وهو عنده 9 سنين، طفل ما يعرفش حاجه في امور الدوله. كان عليه 2 اوصياء، واحد اسمه ابن عمار وواحد اسمه برجوان، وكانت اخته الكبيره اسمها ست الملك. ست الملك دي كانت ست حكيمه، كانت ست ابوها اصلا هي فرق بينها وبينه سنين كتيره حوالي 15 سنه او يمكن اكتر، فكانت هي اللي مربياه. وابوها كان طول الوقت بيوعدها ان هي تبقى الخليفه بتاعه لان ما كانش عنده ولد، لحد ما جه خلف الحاكم فالحاكم بقى هو الخليفه. فالبنت دي كانت داهيه بتعرف امور السياسه والحرب وكل امور الدوله. المهم تولى الحاكم بامر الله وهو عنده 9 سنين، بقى عليه مين؟ برجوان وابن عمار واخت ست الملك هم اللي بيديروا امور الدوله. استفرد بالموضوع واحد اسمه برجوان، وهنشوف الحاره بتاعته واحنا ماشيين وهوريكم حاره برجوان. برجوان ده كان اكبر واحد فيهم واتقل واحد فيهم، قتل ابن عمار وخلص عليه، عمل مكيده عشان يخلص على ابن عمار، وقال ان ست الملك دي ست ومش تقدر تمسك اي حاجه، فبالتالي انا اللي هسيطر على الموضوع. وبالفعل برجوان بقى هو اللي بيتصرف في كل حاجه، لدرجه انه كان مسمي الحاكم اللي هو السلطان او الملك كان مسميه الوزغ. الوزغ يعني البرص، يقعد في وسط الرجاله في مجلس الحكم ويتكلم عليه ويقول لهم ايه؟ ماذا قال الوزغ اليوم؟ اين ذهب الوزغ اليوم؟ تريقه يعني.
لحد لما ست الملك هتشوف ان برجوان ده خطر عليها هي واخوها، وهتبدا تتكلم مع اخوها ان لازم تتخلص منه لان هو كده هيسطو على الحكم او هياخد الحكم من اخوها، وبقت الكلمه كلمته مش شرطه. وبالفعل الحاكم بامر الله هيعجبه الكلام ده وهيخلص على برجوان ورجالته. في الوقت ده هيكون عنده تقريبا بتاع 14 15 سنه، وساعتها بقى هيبدا معاه ايه؟ الشطوح بقى والجنون. هيعجبه فكره الاكل، هيستمتع بفكره ان اللي ما يعجبنيش كلامه اكيد. وهيبدا الحاكم بامر الله عمليه حكم استبداديه ديكتاتوريه فظيعه. اي حد هيمنع كل حاجه، اي حد يقول له كلمه ما تعجبوش يقتله، القاضي اللي يقول كلمه ما تعجبوش يقطع لسانه، يقطع ودنه، يقطع ايده. كان بيطلع قرارات غريبه جدا جدا جدا، وكان الناس بتستغرب قراراته. من ضمن القرارات مثلا في رمضان زي ما احنا اليومين دول كده، كان بيلاقي ان الناس بالنهار يا اما بيفطروا عشان بيشتغلوا فالجو حر فمش قادرين فبيفطروا، يا اما ما بيشتغلوش كويس وبيكسلوا في الشغل عشان بحجه ان هم صايمين. قال لهم بس خلاص حلو قوي كده، الغي يا ابني الشغل بالنهار، الشغل كله هيبقى بالليل. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك كده طول النهار الناس نايمه في بيوتها، الناس تنزل من صلاه المغرب يبدا النهار عندنا. يعني ايه الكلام ده؟ انت بتتكلم جد؟ قال له هنقلب الليل نهار والنهار ليل. وامر ان جميع الدواوين وجميع الاعمال وكل حاجه تشتغل بالليل بس، مفيش حاجه تشتغل بالنهار خالص. عشان كده قالوا عليه ان هو مجنون وقلب الليل نهار والنهار ليل. من ضمن الحاجات الثانيه مثلا انه مره كان معدي هو بيمر كده، كان بيركب حمار، فراكب على حمار وبيمر في الاسواق وفي الشوارع. هو كان زاهد قوي، يعني كان من النوع اللي هو بيلبس صوف وبيركب حمار وعنده تاتشات حلوه. المهم يعني ماشي في السوق عدى جنب حمام حريم، حمامات الحريم، سمع الستات بتضحك. عمل ايه بقى؟ امر ان كل اللي جوه الحمام دول يتقتلوا هم عريانين. وتاني قرار خده ان ممنوع اي ست تخرج من بيتها لاي سبب من الاسباب. يعني ايه يا عم الحاج؟ قال لك كده الست اللي هنشوفها خرجت في الشارع هنطير دماغها. طب افرض في ظرف قهري. قال لهم ايه الظروف القهريه يعني اللي عند الستات؟ قالوا له مثلا الدايه بتخرج عشان تولد ستات، هنجيب لها حد يولدها منين؟ قال لك بسيط، الدايه يتكتب لها تصريح وتعلقه على راسها وهي ماشيه عشان نعرف ان دي دايه ورايحه تولد واحده ست. طب بلاش، طب المغسله لو واحده ماتت هنجيب لها برضه المغسله يتعمل لك. طب غير كده محدش يخرج من الشارع. ازود لكم من الشعر ده كمان الاسكافيه اللي هم بيصنعوا الجزم والشباشب والحاجات دي ممنوع يصنعوا جزم حريمي، والاسكاف اللي هنلاقي عنده جزمه حريمي او شبشب حريمي يبقى بيخالف اوامر وهنتبعها. عمل بقى قرارات من دي كتير. ايه؟ ما اخته كانت موجوده، حبسها في المقعد بتاعها اسمه مقعد ست الملك، هنشوفه برضه واحنا ماشيين، وامرها ان هي برضه ما تخرجش. طبعا هي بقى بدات تتخانق منه يعني. لا اتجوز وخلف كتير خلاص. المهم فبدا يعمل بقى قرارات. من ضمن مثلا القرارات انه منع اكل الملوخيه، بيقولوا فيها كلام كتير. بيقولوا ان هو كان مره مريض وطبيب عالجه بعشبه، ان المصريين القدماء كانوا عارفينها، كانت بتطلع على حرف الترع، جاب له الملوخيه وطبخها له فعجبته جدا فسماها الملوخيه، وامر الناس ان ما حدش ياكلها غيره. لدرجه ان بيقول لك ان الشهقه، عارفين لما الست بتعمل تشهق كده، الشهقه دي جت منين؟ كان مانع ان الستات يطبخوا ملوخيه، فكان بيمشي الجنود في الشارع يشموا ريحه الطشه، لو شموا ريحه الطشه يهجموا على البيت. فالست يعني وهي بتعمل التوم يا دوبك الريحه طلعت ولسه هتحطه في البتاع فالرجاله هاجمين عليه يا خراشي، فتروح الملوخيه طالعه حلوه، بس الست تشهق وهي بتعمل الملوخيه. طبعا معظم القصص دي يا جماعه هي قصص ملح وفلفل بتتحط على كتب التاريخ. يعني في قصص كتير موجوده في كتب التاريخ وارد جدا انها ما تكونش حقيقيه او ان هي تكون اضافات من المؤرخين عشان يخلي الكتاب مشوق يعني، ولكن القصص دي موجوده، يعني موجوده في كتب التاريخ. لو قريته يعني هتلاقوا في المقريزي وفي الجبرتي بلاوي قصص من دي كتير يعني. المهم طيب برضه ايه اللي جاب الهنود للموضوع؟ احنا كل ده ما وصلناش. الناس اللي بنوا الجامع ده هم بنوا لي او اعادوا بناؤه ليه؟ الحاكم ده من ضمن بقى شروطه وجنونه والكلام ده كله كان بيقعد بال40 يوم في اوضته مطفي الانوار كلها، مولع شموع بس، ويقعد في خلوه ما نعرفش هو بيعمل ايه في الخلوه دي، ومشغل بخور وشموع فقط. فلما كان يخرج على الناس بعد ال40 طبعا 40 يوم بياكل ويشرب وينام في فراغ مقفول وبخور بس وشموع بس، فكان بيتخن ووشه بيبيض قوي. وكان ريحته كلها بتبقى بخور لانه 40 يوم قاعد في قلب البخور. فلما كان بيخرج على الناس كان بيخرج بمنظر مهيب. هو اصلا كان جسمه كبير وكان شعره احمر وكانت عينيه زرقاء فكان شكله مهيب، غير ان هو كان بيبقى ابيض قوي لما يبقى خارج وريحه البخور خارجه منه. فالناس بدات ايه تطلع بقى اشاعات عليه. جه واحد اسمه محمد الدرزي وقال له بس انت الاله. بسم الله الرحمن الرحيم يا عم الحاج. قال له ايوه باسم الحاكم باسم الاله انت الاله. وبدا يديله صفات الالوهيه وبدا يؤمر ان الناس تسمي باسمه والناس تتكلم باسمه. فاللي هو اتجننت ولا ايه؟ المشكله ان الحاكم بامر الله نفسه ما كذبش الكلام ده وما رفضش، يعني سايبه اتبسط لا انت كويس على فكره انت كويس. وطلعت طائفه اسمها الطائفه الدرزيه، الدروز، وبداوا يدعوا بالوهيه الحاكم بامر الله.
الحاكم بامر الله والفاطميين عموما كانوا علماء في الفلك، كانوا بيحبوا الفلك والنجوم والتنجيم والحاجات دي كلها. فكان من عادات الحاكم بامر الله ان كل اول شهر عربي يطلع يستطلع هلال الشهر بنفسه ويشوف يراقب حركه الكواكب والنجوم. كان بيطلع على البغل بتاعه او على الحمار بتاعه من هنا ويطلع كده بره لحد ما يوصل لجبل المقطم، بيبقى معاه 2 حراس بس. اول ما يوصل عند الجبل او عند المرصد بتاعه بيمشي الحراس دول وبيطلع لوحده، يقعد بقى يستكشف النجوم والكواكب والحاجات دي كلها وبعد كده يرجع. لما بدا يخنق على الستات ويخنق على اخته ست الملك ومنعها من الخروج ومنع حتى ان هي تحضر، كانت طبعا متعوده من ايام ابوها ان هي تحضر مجالس الحكم وبتبدا تتكلم وكان ليها كلمه وشوره في السياسه وكان ليها رجاله بتوعها وكده، منع عنها كل الكلام ده. فبدات تتضايق منه جدا، بدات تعمل حاجات ضد رغبته. مثلا كان في واحد صديق ليه قاضي راح يزورها في مره عشان يتكلم معاها في قضيه، فاخذ القاضي ده قتله مع انه صاحبه وطلع على اخته اشاعه ان هي مش كويسه. بس اتجننت بقى، انت اتهبلت بقى خالص، يا ايه الهبه جات لك على الاخر. فقررت ان هي تخلص منه. عملت ايه؟ يقال ان هي جابت واحد من قاده الجن واغرته وقالت له ان انت لو خلصت عليه انا هخليك انت اللي تمسك الحكم وانت اللي تبقى السلطان او انت اللي تبقى الملك. والموضوع سهل جدا، هو في اول الشهر العربي هيخرج يستطلع النجوم في جبل المقطم ويبقى لوحده فتقدر تخلص عليه. وطلع فعلا الحاكم بامر الله بحماره على اول الشهر عشان يستطلع النجوم على جبل المقطم وغاب. يدوروا عليه ما يلاقوهوش، يدوروا عليه ما يلاقوهوش، حماره رجع بعد يومين ملطخ بالدماء. مين اللي قتله؟ ما نعرفش. طب ست الملك اللي قتلته؟ يمكن. طب هو راح فين؟ ما نعرفش. جه طلع علينا عمك الدرزي ومجموعه من الشيعه قال لك لا ده ما اتقتلش، امال راح فين؟ قال لك ده دخل السرداب. سرداب ايه يا ابني؟ قال لك ما هو ده المهدي المنتظر، هو غاب، هو رفع وغاب وسيعود في يوم ما. وبعدين هنعمل ايه؟ احنا على ملته واحنا على دينه واحنا مكملين وراه لحد ما يرجع. بس والهب خدته. طبعا لما اخته خلص الموضوع ولت ابنه ظاهر لاعزاز دين الله، كان طفل صغير وبقت هي الوصيه عليه تاني، وبدات تغير كل القواعد اللي اخوها حطها وتلغي كل القوانين اللي اخوها حطها، وطلبت كل الدروز او كل اللي ادعوا الوهيه اخوها. جزء كبير منهم راح لبنان وعاشوا في جبل اسمه جبل الدروز اللي منهم فريد الأطرش واخته اسمهان. لو تعرفوا فريد الأطرش واخته اسمهان من امراء دروز دول، من امراء جبل الدروز ده. المهم بقيه الشيعه لما جه صلاح الدين الايوبي وحول الدوله من دوله سنيه لدوله شيعيه تفرقوا وهربوا واختفوا من مصر. جزء كبير منهم سافر على الهند وكونوا طائفه اسمها طائفه البهره. طائفه البهره دي طائفه عايشه في الهند بتتاجر في الذهب والتوابل والبهارات، وهي طائفه غنيه جدا، هم تجار. ممكن تكونوا بتشوفوهم اوقات لما تيجوا شارع المعز بيبقوا لابسين كده، الرجاله بتوعهم بيبقوا لابسين جلاليب قصيره كده بيضه وبنطلونات وطاقيه كده، والست بتاعتهم لابسه خمار كده في كرانيش كده شكله غريب شويه وماشيين في مجموعات مع بعض. الطائفه دي بتؤمن بالحاكم بامر الله وبتؤمن بعودته، وبييجوا كل سنه يحجوا لكل الاثار الفاطميه اللي موجوده في مصر. الطائفه دي جت في السبعينات، مصر كانت لسه خارجه من حرب 73 وكانت الخزينه بتاعتنا فاضيه خالص، ما كانش في اي مجال طبعا ان احنا نبدا في ترميم اي اثار. فجم وعملوا اتفاقيه مع السادات وقالوا له احنا عايزين، ما قالوش طبعا بقى احنا لا بهره ولا عايزين الحاكم ولا اي حاجه ولا هنيجي نحج ولا الكلام ده كله. قالوا احنا جايين ومعانا دعم مادي، عايزين نعمل ترميم لبعض الاثار اللي موجوده عندك في القاهره، وكل حاجه احنا هنتكلف بيها من معدات ومن عمال ومن فلوس وكل حاجه بتحط جنيه. طبعا هيرفض ليه يعني؟ اتفضل. وبالفعل بداوا ان هم يعيدوا انشاء المكان اللي احنا موجودين فيه. الجامع ده زي ما قلت لكم ما كانش موجود منه غير اطلال بسيطه جدا، المأذنتين اللي موجودين بره هنشرحهم. احنا بنتكلم عن الواجهه واجزاء صغيره من ظله القبله اللي احنا موجودين فيها دي، وبعض الحاجات الصغيره جدا من الاعمده ومن الارشات القليله اللي كانت موجوده. بقيه المبنى ده كله كان متهدم تماما وكان فيه احياء وبيوت. اخذوا المبنى وبداوا يعيدوا بناءه. في كام جامع فاطمي موجودين في مصر؟ في عندك يا سيدي الازهر، والازهر الاجزاء الفاطميه اللي موجوده منه قليله جدا، عليه تجديدات كتير جدا. وجامع الحاكم اللي احنا موجودين فيه هنا ده، جامع الحاكم ده اسمه جامع الانور على فكره. هم كانوا دايما يسموا الجوامع بتاعتهم على صيغه التفضيل، على صيغه الافضل. فالازهر، الانور، الاقمر، وهكذا. الافخر اللي هو جامع الفكهاني اللي موجود برده تحت. خلاص، فعندك ده وعندك الاقمر وعندك الازهر وعندك الافخر او الفكهاني ده من اصوله فاطميه بس تم التجديد عليه، وعندك الصالح طلائع في نهايه شارع المعز.